سلام سلام حبيباتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طولت عليكم شويه الغيبه، ولكن سمحوني للظروف. المهم اليوم جيتكم بهذه الوصفه الرائعه جدا الخفيفه اللي مثل المحلات تماما، اللي هي المادلين. من أروع الوصفات اللي جربتهم واللي رايحين انتم إن شاء الله تجربوهم، يعني خفيفة صدقوني مثل المحلات تماما كالريشة. راهو جاي الدخول المدرسي ديروها لمجة لولادكم. ديروها القهوة الصباح ولا قهوة العشية، ما شاء الله يا البنات خفيف، الله يبارك كيما المحلات تماما. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الاول للاخير، ديروا لي هذيك الجام، تشتركوا لي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو بسم الله. عندي هنا 3 حبات نتاع البيض بدرجه حراره الغرفه، درتهم في كيله. انا كيلت بالكاس نتاع لا موطارد هذاك، جاوني 3 حبات نتاع البيض فيه. درت نفس الكيله سكر، ودرت ملعقه صغيره من الفانيليا ورشه نتاع الملح. ذوبت هذاك السكر مع البيض تماما حتى ذاب السكر. من بعد هنا جبت كيله نتاع الزيت وضفتها ثاني تدريجيا، وبعد ما ضفت الكيله زدت الكيله نتاع الحليب وضفتها كذلك تدريجيا. هنا جبت كيله او عفوا ملعقه نتاع نشا، درت معاها كيس ونصف من الخميره الكيميائيه، وضفت معاهم ملعقه نتاع الخل وخلطتهم هنا بالباتور. من بعد هنا نستغنى على الباتور ونضيف الفارينه. عندي هنا كاس تاع الفارينه الاول، ضفت شويه وزدت هنا، هذا كملته، يعني هنا هذا الكاس الاول نتاع الفارينه ممسوح ماشي معمر مليح. وهنايا ضفت نص، يعني هنا درت كاس ونص من الفارينة وبديت نخلط فيها. هنا تحصلت على خليط جاري. انا الخليط نتاعي راح نخليه يرتاح، لازم نخليه جاري. من بعد نشوف الا تشربت لي، هنا بقالي نص الكاس، يعني درت كاس ونص نتاع الفارينة. نخليه جاري ونخليه من نصف ساعة إلى ساعة في الثلاجة، يعني ماشي أقل من نصف ساعة، من نصف ساعة وأكثر. أنا خليته ساعة كاملة في الثلاجة. ومن بعدك نشوف إذا شربت لي الفارينة نتاعي ولات يعني جاتني القوام نتاعها مليح، نخليها. وإذا لقيتها ما شربت ليش ومازالت سائلة، نكملها واش لازم من الفارينة. هنا شوفوا شربت لي شوية، ولكن ماشي كيما يلزم، يعني مازال خفيف، يعني ما نقدرش ندير المادلين تاعي بهذه الطريقه بهذا القوام. هنا كملت النصف نتاع الكاس ولقيت القوام مازال طري. من بعد ضفت ربع كأس واحد اخر، يعني درت كأسين وربع من الفارينة. نتوما قادرين ديروا هذاك الكاس ونص يكفيكم، وقادرين كأسين، وقادرين ديروا كيما انا كاس وربع، يعني على حساب امتصاص الفارينة للسوائل. هذه هي البنات. بعد ما ضفت كملت كامل الفارينة، الخليط نتاعي درته في الطاسة على الميكسور. ومن بعد هنا جيت لي كيسات نتاوعي. حنا لي كيسات تاوعي كانوا بزاف مفتوحين، ما نحبوش يدخلوا لي، يعني كل ما نضغط عليهم باش ندخلهم داخل المول يعاودوا يخرجوا. هنا جبت الكاس، حكمت القاعدة نتاع الكاس، قلبت الكاس نتاعي وكل ورقة ولا كل وحدة نتاع لي كيسات ضغطت عليها في القاعدة نتاع الكاس، وطميت لها كامل هذوك الأطراف وهذوك الجوانب تاعها بهذه الطريقة. من بعد نحطهم في ليمون وياخذوا لي مكانهم بهذه الطريقة، يعني يجوني سهلين ما يبقاوش هكذا مفتوحين. من بعد جبت الخليط نتاعي وبديت نفرغ فيه في لي كيسات، والفرن نتاعي راهو يسخن على أعلى درجة. من بعد ندخلهم في الفرن، نقص لهم النار ونخليهم الفوق كامل. شعلت المروحة وتحمروا لي بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، يعني خرج ما شاء الله مادلين رائع جدا كما قلت لكم مثل المحلات تماما. تحبوا البنات كي يكون عجينه قبل ما ديروه يطيب، تضيفوا له اي تزيين، شوكولا حبيبات ولا كاوكاو ولا لوز ايفيلي، يعني كيما تحبوا تطيبوه كيما طيبتو انا سامبل. من بعد ما طاب درت له هنا هذو حبيبات الفضيه، جاوني احسن من حبيبات الشوكولا. يعني تطلوه بلا جولي ولا بالمعجون وديروا له الديكور اللي حبيتوه بعد ما طيبوه. وتحبوا قبل ما طيبوه من بعد ضيفوا له المعجون ولا لا جولي. هنا هذا هو الشكل نتاعو، خرج ما شاء الله رائع جدا. انا يعني هذا المكونات اللي درتهم داروا لي كما راكم تشوفوا 12 حبه نتاع مادلين. صدقوني تلموجه خفيف وبنين كلاوهم في لحظتهم، يعني ما تلموجهم بنين وخفيف كما قلت لكم كما تاع المحلات. شوفوا تضغطوا عليه الله يبارك خفيف او يبين روحه وحده، والله كلاوه يعني تم طاروا بها.
هنا قسمت معاكم الحبة تشوفوا الداخل كيفاش خفيف الله يبارك، يعني ما شاء الله. والبنات تقدروا هنا تحشيوه، تقدروا ديروا له شوكولا، تقدروا ديروا له معجون، تقدروا تخلوه كيما راهو، يعني كيما يقولوا سادة ما فيه والو. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، راهي خفيف ظريف، جربوها كيما قلت لكم، راهو جاي الدخول المدرسي، وديروها لهم جال ولادكم. اللي وصلت هنايا وما دارتليش الجيم نقول لك الا نسيتي يا حبيبتي ديري لي جيم، فرحيني بها، ربي يفرحك. واللي عجبتها الوصفة وجربتها تكتب لي في التعليقات وتقول لي كيفاش جاتها. شكرا لكم جميعا، نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى، مع السلامة والسلام عليكم.